من أجمل الحاجات اللي في الشتا إن هو مرتبط دايمًا بمشروب السحلب اللذيذ، أنا عن نفسي باعشق مشروب السحلب، وباحب جدًا أعمل البودرة بتاعته في البيت، لإن بابقى ضامنة المكونات إن هي طازة فبيبقى طعمها يجنن. عشان نعمل بودرة السحلب هنحتاج كوباية من دقيق الرز وهننخلها كويس عشان ما يكونش فيها أي تكتلات. لو ما عندناش دقيق رز متوفر ممكن نجيب كوباية رز ونغسلها كويس وبعد كده نفردها على فوطة لغاية ما تنشف تماما، وبعد كده بنفرمها في الكبة مع معلقة من النشا عشان ما ترطبش معانا، وبعد كده ننخلها وناخد الدقيق بتاعها. هنضيف كمان كوباية من الكريم شانتيه، والكريم شانتيه مهم أوي في بودرة السحلب لأنه بيديها طعم وريحة تجنن، غير إن هو بيظبط كمان القوام بتاع السحلب. بعد كده هنضيف كوباية من اللبن البودرة وهننخلها كويس. طبعا خطوة النخل دي خطوة إضافية في ناس ما بتعملهاش، بس أنا شايفة إن هي كويسة عشان بتضمن إن البودر يكون ناعم. بعد كده بضيف كوباية إلا حاجة بسيطة من السكر البودرة، والسكر طبعا حسب الذوق الشخصي، يعني ممكن نزود أو نقلل، فيفضل في البودرة ما نحطش كتير، وبعد كده نضيف في الكوبايات واحنا بنجهزها، يعني حسب كل واحد بيحب السكر ازاي. وطبعا ما ننساش نص كوباية من النشا، النشا طبعا مهم جدا عشان يدينا القوام المظبوط بتاع السحلب، بس ما نزودهوش قوي عشان ما تقلبش معانا المهلبية، احنا عايزين برضو القوام بتاعها يبقى مشروب كده، يعني مش حاجة تتاكل بالمعلقة. بعد كده هنضيف المنكهات بتاعة السحلب، تلت كوباية من جوز الهند، تلت كوباية من السمسم، تلت كوباية من السوداني المطحون، كمان هنضيف معلقة من الفانيليا، وحسب نوع الفانيليا ممكن تضيفوا أكتر من معلقة صغيرة، أنا الفانيليا بتاعتي قوية شوية فضفت معلقة واحدة. وكمان ممكن نضيف زبيب، يعني ده حسب الرغبة بتاعتنا. كمان ممكن نضيف فص بستكة كده نطحنه ونضيفه على الخليط بتاع السحلب. هنقلب بقى كل المكونات دي كده مع بعض، وبعد كده ممكن نشيلهم في برطمان يكون نضيف ونكون منشفينه كويس جدا، مهم قوي ان البرطمان يكون ناشف خالص. ولو مش متوفر برطمان عادي جدا ممكن نحطه في كيس بلاستيك، بس برضو تقفلوا الكيس بلاستيك كويس جدا. عشان نعمل بقى كوباية سحلب طعمها يتجنن وقوامها مظبوط، انا بحط تقريبا من معلقة ونص لمعلقتين كبار من بودرة السحلب لكل كوباية من اللبن، بحطهم وادوبهم كويس جدا مع اللبن وهم ساقعين قبل ما نحطهم على البوتاجاز طبعا. وبعد ما ندوبهم كويس بنرفعهم على النار، بعد كده بنفضل نقلب على طول ما بنسيبهمش عشان ما تلزقش في قعر الكزرولة اللي احنا مستخدمينها، لغاية ما يغلي معانا ويبقى بالشكل ده. ده القوام بتاعه اللي حلو قوي، لانه بعد ما بيبرد بيتقل شوية عن كده، فهيبقى قوامه حلو تقيل شوية، لكن يبقى برضو مشروب نقدر نشربه، مش حاجة تتاكل بالمعلقة. ممكن نزود عليه طبعا من فوق شوية مكسرات وشوية جوز هند، يعني نقدر نضيف اللي احنا عايزينه، وكمان اللي يحب ممكن يضيف عليه رشة من القرفة كده بتنقله في حتة تانية. يلا بقى قوموا اعملوا خليط السحلب ده وجربوه، واعملوا بقى كوباية سحلب كده لذيذة، وقولوا لي بتحبوا السحلب في الشتاء بس ولا كمان بتشربوه في أي وقت. واشوفكم على خير الفيديو الجاي.